كلنا بيبقى نفسنا قوي نعاقب بناتنا على غلطاتهم الفادحة بالنسبة لنا. طيب ايه رأيكم ما نيجي كده نجمد قلبنا شوية ونتفق ان احنا هنعاقب على الحاجات اللي فعلا تستدعي العقاب؟ بمعنى ايه؟ خلينا الاول نقول ان العقاب بيوقف السلوك السيء، ولكنه لا يعلم اي سلوكات جيدة خالص. يعني العقاب ده عشان هو شيء مرعب بالنسبة لولادنا يعني وبناتنا، فهم بيخافوا فيقوموا ايه يبطلوا اللي هم بيعملوه. لكن هل بيعلمهم ليه؟ هل بيعلمهم ان هم يعملوا الصح؟ لا خالص، ما بيعلمهمش الصح. طيب هتقولوا لي طب ما دي حاجة حلوة قوي ان هو يوقف السلوكيات السيئة. اقول لكم اوكي، حلو ان هو يوقف السلوكيات السيئة، ولكن للأسف ان هو بيبقى ايقاف مؤقت فقط. وحتى على فكرة لو هو إيقاف طويل المدى، لكنه هيبقى آثاره سيئة في إيه؟ إن هي بنتك هتوقف الحاجة الغلط اللي هي بتعملها أيا كانت الغلطة يعني، لأنها خايفة، لأنها متوترة منك، لأنها قلقانة من زعيقك، مش لأنها بتفكر وعايزة تعمل الحاجة الصح. فدي القصة بتاعتها. فلو هي بقى، لو انت عايزه تعاقبي، لو بنتك مثلا بتتاخر مثلا بره شويه، او بتتاخر في المروح للمدرسه، سي مثلا، ده مثل كويس، ان هي بتتاخر الصبح، بتنزل متاخر، فخلي المدرسه هي اللي تعاقب. يعني خليها تتعاقب بطريقه طبيعيه. لو هي بتغلط مثلا في البيت، ما بتشيلش الحاجات بتاعتها بعد ما تخلص اكل مثلا، او ما بترتبش اوضتها، او ما بتذاكرش كويس، فخلي العقاب مرتبط بالحاجة اللي هي بتعملها. يعني هي ما بتذاكرش وعمالة ماسكة الموبايل طول الوقت، خلاص قنني وقت الموبايل. الحرمان من الموبايل الخالص ده، الحرمان التام ده، لا يفيد اطلاقا. مش هيديفلوب، او مش هيخلي فيه سلوكيات جيدة عندها. فاربطي دايما العقاب اللي انت عايزه تعمليه، لو هو حاجه في المدرسه خلي المدرسه تاخد مجراها، خلي العقاب ياخد مجراه في المدرسه. لو هي حاجه في البيت خاصه بيكي انت، اربطي الحدث اللي هي عملته او الغلطه اللي هي عملتها بالعقاب اللي انت هتعاقبيه لها.